هير. الفيديو هذا طلبت لكم يومين وانا سحبت عليكم لانه انا خيرتكم بين 3 فيديوهات واخترتوا اشياء اشتريها من الانترنت، وانا اشتريت الاشياء بنفس اليوم. قالوا لي راح توصل يوم السبت. قبل لا يبدا الفيديو لا تضغط زر اللايك ولا تشترك في القناه اذا انت جديد، لانه انا احتاج عقاب شديد لانه انا سحبت يومين. وغير انه يحتاج لعقاب يعطيك العافيه انك دائما تتفاعل في القناه وتضغط زر اللايك وتنشر الفيديوهات وتعلق تحت في الكومنتات، فشكرا لك كثير. انا اقدر هذا الشيء واحترمه صراحه. سالفه اني اقول لكم فعلوا زر التنبيهات ولا اضغطوا زر اللايك هذا شيء انا متعود عليه، فبس والله وانا احترم جهودك كثير وقدرك كثير. ويلا حرك خلينا نبدا الفيديو. مره صدقت نفسك صراحه. اوكي، اول شيء عندنا هذا الشيء انا فتحته هذا الشعر المستعار اللي لونه حلو، راح يطلع لك نفس هذه بالضبط كوائي. هذا لازم اصورها بالجوال. يقول لك كتابات بالياباني، يخرب بيتك متعلم الياباني على الفاضي. هذه يعني اما الباقي نسيت يعني الزبده انه فري سايز يمدي اي احد يلبسه. ايوه نسيت اقول لكم انه ترى راح اسوي على جيف اواي من الاشياء اللي موجوده، بس اكتبوا تحت في الكومنتات وش تبغى من الاشياء اللي راح اسوي عليها ريفيو بعد. غير هذا الشعر هذا كيف يلبسونه. اتوقع هذه المقدمه. I said 1 thought, 2 thought, red thought, blue thought. يا مو تجرب اشياء بنات. حرك بس وعاجبك الفيديو اطالع. ولا توني اشوفه. لا يا ايش ما طلعني زيها حلو. يمكن لو اربطه. انا انصح ما نكمل الفيديو بهذا الشكل. خليني افسخه لحقين فورتنايت يزعلون علينا. معليش غسلت شعري لانه بصراحه صار لونه وردي. انا احب لونه نكسن ارمي. اي عندنا هذا الشيء. توني استوعبتني غباء. الزبده هذا الشيء ما ادري ايش وظيفته. ترى انا مو قاعد افهم الكلام الياباني على انه انا متعلم ياباني. انا لا عربي لا انجليزي لا ياباني ولا اي شيء. اتوقع انه يسوي لك ايكو بالفويس يخلي صوتك يطلع فيه صدى. زبده دون السنه الثالثه لا يستعملونه. انا المفروض ما استعمل صراحه، خطر علي. لو يوم احد في وحدتك نادى عنك ثم التفت وشفت ما حولك احد. تستهبل على امي ذا ما يشتغل ولا شو السالفه؟ يقول لك صدى المايك، انا ما اشوف صدى. مين قاعد تطلع تقول وظف المايك هذا جدول. انا اعطيه 2.99 من 5. هذا الشعر اعطيه 0 من 5 عشان اللون الازرق، بس اعطيه 1.99 من 5. لو يقصون الشعر الوردي يطلع الشعر فانتستيك. تدرون انه انا كنت بسوي شعري لون ازرق نفس هذا اللون. اوكي انا شاري هذا الميتك. لو تشوفون من ورا كيف، لو تشوفون من قدام لون وردي وزهور ورديه كذا، لبس ياباني الشعبي. فانا اول ما شفته قعدت ادور لي بعد عشان انا ابغى البس نفس اللبس هذا الكيوت. كذا بدأت بيتك اليوم السريع قلبوس يلعب ابو شكلك. انت جايه من وين؟ يلعب ابو شكلك حلوه. ميتشا اليابانيه. ميتشا اسمك ياباني ولابسه لبس ياباني. ايش فيها مظبوطه طالعه معنتكه. يلا ميتشا قولي لهم كونيتشيوا. تقييم لبس ميتشا زائد 9.99 من 5. فيس واش غسول الوجه عشان تتنظف يا زباله. فك امنا من ولا وش اللون هذا؟ انا شكلي بطلع ثانوس. زي ما تشوفون بالصوره هنا يخليك تصغر خدودك. هلا والله بحبوني مره ثانيه. خلينا نجربه. انا شكلي تحمست. ها طقع. المنتجات اليابانيه انا ابدا ما اوثق فيها بصراحه، لانها تعرفوا وسخت بلوفر ما يحبك هيك حاج حمرة. نحطها شفايف بعد. شفايفي مجروحة. دخل بخشمي. هذا المنتج 0 من 0. انا احس لازم المفروض نخل. استهبل وش صار هنا؟ سوى بوجهي ذا يا ولد يا عيال يا شباب يا شبابات. وسخ ام البلوفر ذا. ولا معليش خلى وجهي ضدي ذا. يا حبيبي
ايش السالفة؟ ما تغير شيء يكذبون علي ذولا. اعطي المنتج 0 من 0 لانه خرب لي ملابسي على الفاضي. لا وش تتوقعون اللي ورا ظهري؟ كمل اكتب تحت في الكومنت بسرعة. وش تتوقع؟ كذا لونه وردي يمديك تدق عليه بيدك. اخلص اكتب تحت في الكومنت شو امك. يلا شيء كذا لونه وردي. انتوا لازم تصفون النية لما تطلعون فيديوهاتي. طلبت بيانو لازم تركب فيه بطارية اتوقع. لا تقول لي لازم تفك فيه. لازم يحطون فيه مسمار هنا. ايش الفايدة يعني؟ ابغى افهم. هذا حلم حياتي من يوم وانا صغير. وينها؟ هافانا ونانا. اي ابغاكم تكتبون تحت في الكومنتات وش البيانو اللي انا قاعد اعزفه الحين. اي اغنية. اول واحد يكتبها صح. أعطي هذا المنتج 4.99 من 5. أنا دائما زفت في التفتيح الهدايا والعلب، فلما أحد يرسل لي هدايا لو سمحتوا لا أحد يغلفها، يعني مو كويس أبدا في الفتح. زي كذا بفتح هديتي. هذا الصحن تحطه كذا، ما عندي طاولة مطفر أنا، تحطها كذا وتحط هذا بابلز. تعرف إيش يعني بابلز؟ يعني فقاعات. نعم يا ولدي. حمست انا مره بزياده. حماس لا ياخذكم لما تشترون هذه المنتجات. تسوي فيها كذا. وات والله حلو قسم بالله ما اكذب عليكم. طبعا اللي ما جرب هذا الشيء ما راح يحس بالمتعه ابدا. فانا طالع بشكل مره غبي لانه انا اللي قاعد اجرب. انا عند بالاستديو عشان صوره المقطع. وين راحوا؟ بس ما ابغى صوره المقطع. الزبده نعطي هذا الشيء 4.99 من 5. اوه قربنا نخلص الفيديو. هذه العروسه ما هي بعروسه عاديه، جايب لها لبس ياباني بعد. اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايش تبغوني اسميها. هذه ساره زي ما تشوفون. وش نسمي هذه؟ ما بديتي تغالين انتي؟ وش نسمي هذه البنت؟ انا لا احد يقول لي نامي عشان ما يتصف. نبغى نسميها زيتونه. شوفها كيوت. خرب بيتها كيوت يا عيال. شباب شابات والله مره كيوت. شوفوا. السلام عليكم. هاي موها سيمباي. حلو والله. انا مو بجايبها بس كذا مفسخه، فانا جبتها ملابس يابانيه وجبتها ملابس حق المدرسه. اشتريت هذا اللبس وشريت هذا اللبس، بس هذا اللبس عاجبني اكثر، فانا راح البسها هذا اللبس الحين. طبعا زي ما تشوفون انا عندي اصلا مجسمات، فانا احب اركب المجسمات وكذا مره جدول. اذا ما قد جربت تركب مجسم لا تكلمني على المتعه ابدا. شت حتى حاطين لها علاقه بعد من داخل. شوفوا احس اني البس ميتش. ستري يا بنت تستري عن شكلك يا قريبة الادب. يلا بتروح المدرسه الحين. وخري شعرك ارفعيه لفوق. اخر شعرك الله ينعمك. اوكي وين التنوره؟ تستهبلين حبيبي. بجامتك اللي تحت باينه. هذه قفازاتها. هذه حق رجولها ولا حق ابوفها مثلا؟ اوه شراب. معليش اسف. لبسها كذا شاطره قد رجولك بالضبط عن شكلك. انت لو كبرتي شوي تزوجتك. حاطين لها شوز كيوت كذا صغير. يلا بتروحين المدرسه. حبيبتي طالعه كيوت مره. طالعيهم. طيب لا تطلعيني. لكن يا صار هذا مره يخوف. شوفوا شكلها بشكل المدرسه. وش تبغون نسميها؟ اكتبوا تحت في الكومنتات ولا بسوي تصويت. عندي لبس ثاني ما راح البسها الحين. اول ما تشترك في القناه راح يجيك زر التنبيهات. فعله اليوم في الليل راح احط لكم بوست وهي لابسه اللبس هذا المره حلو كيوت. ميزان. انا ما ادري ايش طلبت بصراحه والله العظيم ما ادري، بس شكله حلو يوزنك لين 100. هذا اللي كنا نحتاجه احنا. نبغى نوزن 100 الحين. التجارب كلها على 100 حسب تصطيني. شفت يدك 100 ولا يد ميتشا 70. ميتشا وزن يدها 90. معلومة مرة مهمة بصراحة. اوكي خلينا نشوف وزني كم.
وهل ما يحتاج اوريكم هذا الشيء لانكم كلكم تعرفونه. ووصلنا نهاية الفيديو زي ما تشوفون هذا اخر شيء فار عشان اقوم فيه ميتشا وكايتشا. اذا مو مشترك في القناة اشترك اشترك في القناة، واذا مو ضاغط زر اللايك اضغط زر اللايك، و نشوف ردة فعل ميتشا قبل ما ينتهي الفيديو. سواء ما قلتها بالفيديوهات اللي راحت او بالفيديوهات الجديدة، بس انا بصراحة اقدركم واحترمكم، فيعطيكم العافية كثير، واسف اني انا مقصر معاكم. سلام.